الدنيا بقى لها يومين عندنا في اسكندريه ما بتبطلش شتاء، والواحد كده محتاج له طاجن بطاطا بالبشاميل اللي يدفيه شويه. فبص يا باشا، اول حاجه نقوم جايبين بطاطين حوالي ربع كيلو او على حسب الكميه اللي انت هتستخدمها. انا عن نفسي هعمل طاجن صغير، هنقوم مقطعينها مكعبات ونازلين بيها في حله وعليها ربع كوبايه سكر وكوبايه لبن وكيس فانيليا. هنقوم مغطين الحله بتاعتنا وحاطينها على النار، بس اهم حاجه النار تكون هاديه حوالي ربع ساعه كده او 10 دقايق لحد ما البطاطا تستوي معانا. واول ما البطاطا تبدا تستوي معانا هنقوم هرسينها، وفي نص الهرسه كده هنقوم واخدين مكعب زبده ونازلين بيه، وهنمكس كل حاجه مع بعض لحد ما يبقى معانا للقوام ده. بعدين يا باشا هنقوم جايبين الطاجن بتاعنا الجميل وحاطين فيه البطاطا ومسويين كل حاجه مع بعض. بعدين هنقوم جايبين كسرونه ونازلين بكوبايه ونص لبن وعليهم معلقه ونص نشا. بص، لكل كوبايه لبن معلقه نشا، ونازلين بثلاث معالق سكر وعليهم اربع معالق كريم شانتيه وكيس فانيليا، ونمكس كل حاجه مع بعض قبل ما نرفعها على النار عشان النشا ما يكترش معانا. واول ما كده المهلبيه تبدا تتقل معانا هنقوم نازلين عليها بمكعب زبده كده او معلقتين زبده، ونمكس كل حاجه مع بعض لحد ما الزبده تسيح. هنقوم نازلين بطبقه الكريمه على طبقه البطاطا مع رشه سكر كده بودره ورشه سكر خشن وشويه جوز هند، وبس كده هنقوم مدخلينها الفرن حوالي 10 دقايق، واخر 5 دقايق هنقوم مشغلين الشوايه بتاعتنا، وبس كده لحد ما يبدا لونها يكرمل معانا والسكر يبدا يتحرق. وده كان منظرها اول ما طلعت من الفرن، بس استنى ان هي تبرد شويه عشان ما تلسعكش. بس كده احنا خلصنا، واكتبي تحت في الكومنتات لما انت بتكون سقعان بتتدفى ازاي. انا عارف ان مامتك بتعمل عدس. وبس كده، وزي ما انتم عارفين، يا لهوي على العظمه.